هو الدهب فعلا ممكن يوصل 10,000 جنيه بنسبة كبيرة جدا. اللي احنا بنقوله ده هيتحقق. ليه؟ تعال اقول لك بقى التفاصيل. الفيدرالي بدأ سياسة اسمها ريزيرف مانجمنت، يعني قرر يطبع الفلوس بالمليارات، حوالي تقريبا 50 مليار دولار كل شهر، وده أكيد بنسبة كبيرة جدا هيزود التضخم. ده طبعا بعد الخناقة الأخيرة اللي ما بين أبو حنان وجيرين باول، اللي ضغط فيها على الفيدرالي عشان ينزل الفايدة. هو كل اللي شايفه إن الفايدة لازم تنزل عشان المصانع لازم تتحرك، وعشان الفوائد اللي على الديون تبدأ تقل. فقال له نزل لي الفايدة، يعني نزل لي الفايدة، أنا ماليش دعوة. والفيدرالي ما كانش قدامه حل غير إنه ينزل الفايدة زي ما حصل في الاجتماع اللي فات. وطبعا ده أكيد هيأثر على قوة الدولار قدام الذهب، وده خلى كل البنوك العالمية تتوقع إن الأونصة في البورصة العالمية هتوصل ل 5000 دولار للأونصة الواحدة. وفي تفاوت كبير ما بينهم في الفترة دي، ناس بيقولوا النص الأول من 26، وناس تانية بتقول بنهاية 26، وناس تالتة بتقول في الربع الأول من 26. يمكن أنا الصراحة مع الناس دي، الربع الأول من 26 مع الأحداث العالمية اللي بتحصل دي أكيد الذهب هيوصل 5000 دولار. طب ده كده عالميا. نيجي بقى لمصر. بداية من شهر 1 2026 في ودايع كتيرة جدا في البنوك هتفك. الودايع دي اللي كانت مربوطة ب 27 و23 والأرقام الكبيرة دي، وفي تفاوت كبير ما بين أرقام الودايع دي، بس هي كده كده أكيد بالمليارات. الناس اللي هتفك الشهادات بتاعتهم دي في جزء كبير منهم هيربطها تاني لأنه متعود على العائد الثابت وبيصرف منه، وفي جزء لو حتى 30% أو 20% خد الفلوس وبدأ يشتري بيها ذهب، ده هيضغط على سعر الذهب المحلي في مصر بنسبة كبيرة جدا. ولو فاكرين ده اللي حصل عندنا من سنتين فاتوا، وده أكيد هيخلي سعر الذهب في مصر يوصل لأرقام ما كناش نتخيلها. فلما نوصل لل10,000 جنيه هعمل لكم فيديو تاني ونشوف وصلنا له في مدة قد إيه. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.